ردد معي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. في قناة اللي اسمها ايه، اللي كل مذيع بيطلع فيها بفلوسه. وطبعا الموضوع ملوش علاقة نهائيا لا بمهنة ولا بأداء ولا قبول ولا هدف ولا أي منكش، بس بفلوسه. ظهرت المذيعة الألمعية وجربت حظها وقالت أجيب حد سيس من الترندات، ووقع اختيارها على البيض الهندي، وهي زين ما اختارت، واللي مسمي نفسه قال ايه، كروان مشاكل. وفضلت المذيعة الألمعية تحاور البيض الهندي وتتناقش معاه، طبعا على مواهبه وحضوره الطاغي وإنه مفيش منه اتنين، وعايزة تعرف هو اشتهر ازاي كده بسرعة، أصلها ما بتعرفش وعايزة تعرف. طبعا أستاذ بيض خد فرصته إنه يعرف الجمهور العريض اللي واقف قدامه مواهبه، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظهر فيديوهاتهم. وفضل يعدد مواهبه، مثلا إنه صوته من ال10 المميزين، وأنا صراحة ما أعرفش مين ال9 اللي معاه، وفضلت أدور كتير لكني ما لقيتش. وقال كمان إنه بيغني بلغات كتير أميزهم الهندي، وإن فيديوهاته باللغة الهندية جايبة ملايين المشاهدات. وبينه وبينكم كده الواد اتشهر ونضف وبقى بيحط جل في شعره. طبعا بعد النجاح الكاسح للحلقة اللي محدش شافها، جريت المنصات بتاعت شوف وتابع، وبعد غياب رجع تاني اللي اسمه ايه، تعمل مع البيض الهندي لقاءات، وبقى زي السوس في الخشب. المذيعة الألمعية لقت البيض الهندي مكمل في طريقه، وهي زي ما هي محلك سر يا ولدان، فقررت تستخدم تكتيك تاني في مهارات أخرى، مهارات مختلفة، مهارة افضح وارجع عيط، المهم اتشهر والناس تتكلم عليا. وتصورت يا قلب امها صور استغفر الله العظيم وهي مع البيض الهندي، وعملت فيديوهات على التيك توك لزيادة الموضوع وهيجانه، والكل بدأ يتكلم، والمذيعة الألمعية اتشهرت والحمد لله. خلاص نص الحوار انتهى، وبدأ النص التاني، اطلع بقى اعيط واقول ان انا اتخدعت واتغرغر بيا وشربت حاجة اصفريقة عشان اكسب تعاطف الجمهور، وحلقتي تتشاف ويبقى عليا طلب. وطبعا احب ابشركم انهم قريب هيشرفوا زي اللي شرف قبلهم.